هلو على أجدع ناس. فيلمنا بيبدأ في بيت سعيد مع طفل اسمها هولي واللي بتعيش مع عيلتها، وبيبان إن اخواتها ما بيحبوهاش قوي لما ما بيرضوش يدوها طبق الأكل اللي على السفرة، وبتبقى هولي متعلقة جدا بأمها، ودايما الاتنين بيبينوا لبعض إن هما بيحبوا بعض. وفي يوم للأسف أمها بيجيلها سرطان، وبتقضي هولي وقتها مع أمها وبتحاول تفضل إيجابية دايما علشانها. وبعد فترة بتموت أمها بسبب المرض، وبتحس هولي بالحزن الشديد على وفاة أمها. وفي وقت العشاء أبو هولي بيسأل إخواتها وأختها كان يومهم عامل إزاي في المدرسة، وبعدها ما بيسألش هولي على أي حاجة وبيتجاهلها وبيمسك موبايله، وبيمسحوا إخواتها اسمها من على باب أوضتها. حتى في المدرسة المدرس ما بيديش اهتمام لهولي لما بترفع إيديها، ولما بتتصور العيلة مع الأب بمناسبة أول يوم في المدرسة بتحصل حاجة غريبة، وهي إن هولي مش متواجدة في الصورة رغم إنها كانت واقفة جنب عيلتها. وبتسألهم هولي هو في إيه وإيه اللي بيحصل، لكن محدش بيسمعها ولا بيرد عليها. ولما بتروح هولي لأوضتها بتلاقي أبوها حول الأوضة المخزن، وبتتفاجئ باللي بيحصل وبتبقى حاسة إن محدش بيحبها، لحد ما بتستوعب إنها بقت خفية وإن الناس مش بيتجاهلوها، هم أصلا مش شايفينها. وبعد سنين بتكبر هولي وبتبقى إنسانة بالغة وناضجة، وبتعرف إنها تتأقلم تدريجيا على كونها مخفية وبتعيش لوحدها في شقة، وبيجيب لها عملاء التوصيل اللي هي عايزاه لحد البيت، وبتديهم الفلوس من تحت الباب، وعمرها ما بتوريهم نفسها علشان بتبقى خايفة لأن هم هيفتكروها شبح. وبتبقى هولي متعينة في وظيفة وشغلها بيكون بالليل، وبتستغل إنها مخفية فبتشتغل في فضح المشاهير، وشغلها بيبقى عامل زي المصورين الصحفيين، وبتصور الحقيقة الشخصية للمشاهير وبتبيعهم للصحف. وفي ليلة وهي بتمشي ورا واحد من المشاهير وهو داخل البار بتحصل حاجة غريبة، وبيشوفها حارس الأمن شين في البار وهي بتصور الشخص المشهور. ولما بتمشي هولي بعد ما صورت الصور بيمسكها شين من ايدها وبيسألها ليه كانت بتصور الناس في البار، وبتتفاجئ هولي وبتتصدم ان محدش شافها او اتكلم معاها من سنين. وبيطردها شين من البار وبيحذرها وبيقول لها انها تحترم حياة الناس الخاصة. ولما بيخرج حارس تاني علشان يشرب سيجارة بتسأله هولي هل هو شافها، ولكن ما بيبصلهاش وما بيسمعهاش زي الست اللي ماشية وراها. وفي تاني يوم بتزور هولي قبر امها وبتقول لها على قصة حارس البار العشوائي اللي بيعرف يشوفها ويسمعها. ولما بترجع البيت بتعرف بالصدفة ان حارس البار شين ما كانش مجرد حد عشوائي، وبتعرف انه كان مقاتل محترف في حلبات الفنون القتالية، وكان في علاقة رومانسية مع حبيبته الممثلة المشهورة. وبتعرف كمان ان شين تم ضبطه وهو بيخون حبيبته، وده كان بسبب هولي لما هي صورته تبع شغلها وفضحته، والفضيحة ادت لتدهور حياته المهنية والاجتماعية بشكل عام. وبتحس هولي بالذنب وبتقرر ان هي ترجع للبار علشان تعترف لشين باللي عملته، واللي بيتعصب منها لما بيعرف الحقيقة وبيلومها على تدهور حياته. وبتقوله ان هي عايزة تعوضه باستعادة سمعته ومسيرته المهنية في القتال وحبيبته، وبتوعده ان هي هتساعده بالشروط اللي هو يختارها ويحددها. ولكن لما بتقول هولي لشين ان هو الوحيد اللي بيعرف يشوفها ويسمعها ما بيصدقهاش. وبعد دقايق بيقابل شين مديره، وبسبب كون هولي مخفية بتعرف انها تساعد شين، وبتفضح المدير اللي عايز يخصم $500 من مرتبه، وبسبب اللي عملته هولي بيصدقها جين اخيرا وبيوافق على عرض هولي ليه. وبعد ايام بيدعو شين هولي لحضور مباريات القتال في نادي صغير كده للقتال، وبتتفرج هولي عليه من مسافات وبتشوفه وهو بيهزم خصمه بكل سهولة. وبتكون هولي شايفة ان شين يستحق انه يقاتل في اماكن اكبر ومع خصوم اقوى، وبتوعده انها هتساعده وتخليه يقاتل في مباريات افضل واصعب. ولما بتروح هولي لبيتها بتدور اونلاين على المقاتلين، وبتعرف انها توصل لمقاتل قوي اسمه سواريز. وبتروح هولي لبيت سواريز تاني يوم وبتبعت له صورة بتبتز بيها لانه بيستخدم الحبوب العلاجية الغير مصرحة، وعلشان كده بتقرر انها تعمل معاه صفقة. وبيبقى سواريز متعصب ولكنه بيبقى خايف ان وسائل الاعلام تدمر سمعته ومستقبله المهني، فبيوافق على صفقة هولي. وبعدها بيستقبل شين مكالمة من المدير وبيقول له ان عنده مباراة قتال مع سواريز بعد 6 أسابيع. وبيتحمس شين جدا وبيشكر هولي على اللي عملته، وبيركز شين على تمارينه المكثفة وبيستعد للقتال اللي هيحدد مستقبله. وبيكون القتال ما بين شين وسواريز اتشهر ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا بتتكلم عنه، وبيبقى الجمهور قلقان ازاي شين هيجهز بس في خلال 6 أسابيع. ولما بيتمرن شين بتدعمه هولي وبتصوره علشان تشهره وتخلي الناس تتكلم عنه. وفي يوم القتال بيسألها شين لو هي عايزة تحضر وتتفرج على مباراة القتال، ولكنها بترفض. وبتتفرج هولي على المباراة على التلفزيون، وبيتفاجئ الجميع لما بيكسب شين وبيخلي سواريز يستسلم
بيتقدم في الجولة الثالثة، وبيكون اللي حصل ده عكس توقعات الجمهور والسوشيال ميديا. وبعد المباراة بيروح شين لبيته وبيطلع مع هولي لسطح البيت وبيتفرجوا على القمر مع بعض، وبيجيب لها ايس كريم وبيقول لها ان الستايل اللي هي لابساه عاجبه، وبتتحرك مشاعر هولي. وبيقرب شين من هولي ولكن بيتسحب مصور صحفي وبيطلع للسطح وبيصور شين وهو بيبوسها. ولما بياخد شين باله بيطارد المصور، ولكن المصور بيعرف ان هو يهرب بسرعة، وبيكون الموضوع ده بالنسبة لهولي عادي. وبتقول لشين ان هو هيظهر لوحده في الصورة. وتاني يوم بتتمشى هولي في المدينة وبتشوف مقالة على الصفحة الأولى في الجريدة عنوانها من هو صاحب الظل، وبتفرح هولي لما بتشوف نفسها على شكل ظل لما المصور صور شين وكان القمر منور وراه. وفي القتال اللي بعد كده بيكون شين ضد مقاتل اسمه تومي اللي كسب درين بلوتونيوم في القتال. وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة بيتراهن تومي مع الجمهور ان هو هيهزم شين اشد هزيمة في الجولة الأولى، وبيتعصب شين وبيتخانق مع تومي في المؤتمر. وبيبقى آخر سؤال من الصحفيين في المؤتمر هو هل جوليانا حبيبته السابقة هي صاحبة الظل اللي في الصورة؟ ولكن شين ما بيعلقش على السؤال، وبتبعت له صورة بيظهر فيها ان حبيبة تومي عندها 16 سنة وتحت سن الرشد. وعشان تثبت هولي الكلام ده بتبعت لتومي بطاقة هوية حبيبته في المدرسة، وبيخاف تومي وبيبقى ما عندهوش اي خيار ان هو يقبل صفقة هولي. ونتيجة لده بيخلي تومي شين يكسبوا في يوم المباراة. وبعد ايام بتنشر هولي اشاعات عن شين اللي هيبقى ضد المقاتل جاكسون اللي بيكسب دايما في مبارياته ولاعب محترف، ولكن ما بيكونش فيه طريقة لهولي تفضح بيها جاكسون بسبب ان هو بيبقى مش في علاقة وما بيشربش مخدرات وبيبقى انسان مثالي للانضباط. فبتقرر هولي انها تتكلم مع شين وتطلب منه يساعدها علشان تعرف نقطة ضعف جاكسون. ولما بتروح هولي لشين وهو في البار بتشوفه مع جوليانا، فبتتضايق هولي وبتتعصب منه وبتمشي، وبيجري شين وراها وبيعرف ان هو يوصل لها. وبتقول هولي بالغلط وهي متعصبة ان هي ابتزت تومي، وبيتعصب شين لما بيعرف حقيقة اللي هولي عملته، وده لان هو انسان شريف وواثق من نفسه وعنده مبادئ. وبيقول لها شين ان هو عايز يكسب بقدراته الحقيقية ومش محتاج منها اي مساعدة، وبيقرر ان هو يسيبها وما يتعاملش معاها تاني. وبالرغم من ان هولي بتعتذر له، وبترجع هولي تعيش حياتها المملة من تاني من غير وجود شين في حياتها، وبترجع لشغلها وبتروح البار وبتصور المشاهير وبتبيع الصور للصحف. وبعد ايام بيروح لها شين البيت وبيعترف ان سبب فشله في الماضي ما كانش موجود في صورها، وانه كان بسبب ثقته الزايدة في نفسه وحياته اللي ملهاش معنى. وبيبقى شين رايح لها علشان يقول لها بس الكلمتين دول وما بيصلحهاش وبينهي علاقته بيها. وبتتعصب هولي وبتفقد سيطرتها على نفسها بعد ما شين انفصل عنها، وبتعيط وبتكسر كل حاجة في البيت. وفي يوم بتبص هولي على نفسها في المراية وبتكون خافية قدام نفسها لأول مرة. حتى شين الوحيد اللي في العالم اللي بيشوفها ما بقاش عارف يشوفها تاني لما بتكون هولي قدامه، وبتحس بخيمة أمل وإحباط، وبتقرر إن هي تنتقل وتعيش في مدينة تانية. وقبل ما تمشي بتروح تزور عيلتها وبتساعد أختها علشان توري جوزها نتائج اختبار الحمل، وبتساعد كمان أخوها علشان يتكلم مع البنت اللي هو معجب بيها بس مش عارف يوصل لها. وبتعرف هولي إن أبوها راجل لطيف على عكس ما هي كانت فاكرة، وده لأن هو عادة بيزور قبر مراته بعد موتها. وبتعرف هولي تستوعب إنها ما كانتش بتبذل مجهود وتخلي الناس اللي حواليها يحبوها. وفي القتال النهائي بيكون شين في الحلبة ضد جاكسون، وفي فرق جديد في القوة والمهارة، وبتضرب شين ضرب مبرح من جاكسون وما بيعرفش يدافع عن نفسه. وبتقلق هولي على شين وبتقرر إن هي تروح تحضر الماتش، وبتحس بالأسى لما بتشوف حبيبها وهو بيتألم بسبب الضربات من جاكسون. وبتستغل هولي كونها خفية وبتتسلق السياج وبتدخل الحلبة علشان تكون موجودة جنب شين. ولما بتلمسه وهو على الأرض وبتقوله إنها دايما هتبقى جنبه، فجأة بيعرف شين إن هو يشوفها تاني، ومش بس هو ولكن كل الحضور. وبيخرج الحارس هولي بره الحلبة علشان يستأنفوا الماتش، ولكن شين بيخسر الماتش في النهاية. وبعد الماتش بيخرج من قاعة القتال وبيقابل هولي وبيحضنها وبيبقوا مع بعض من جديد. وبعد أيام بتروح هولي لأبوها علشان تشوفه، ولأول مرة من سنين بيعرف أبوها أخيرا إن هو يشوفها، وبتحضن هولي أبوها وهما بيعيطوا من الفرح. الفيديو ده لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكوا كل الملخصات الجديدة. وسلام.